في تصريحات غريبة من نوعها داخل قبة البرلمان، تمكنت النائبة جميلة العبيدي من إثارة غضب بعض النساء العراقيات بعد دعوتها لتشريع قانون تشجيع الرجال على الزواج بأكثر من امرأة من خلال صرف حوافز مالية. أخواتي النائبات، أود أن أذكركن أو غفلنا عن ما هو أعظم لنا من حق تناسيناه أو لم نفهم حقيقته استجابة لأنانيتنا، ألا وهو تعدد الزوجات الذي حاصرنا الرجل به، على الرغم من ظاهرة الأرامل والمطلقات والعوانس اللواتي ازداد عددهن إلى أكثر من 4 ملايين. هذه الظاهرة الخطيرة التي أصبحت تهدد بنات جنسنا وأصبحت عرضة لمن يساوم وحسب ما تقتضيه المصالح وأولها السياسية بالولاء والتأييد، وخصوصا في وقت الانتخابات مقابل المال. العراقيات اعتبرن الدعوة دعاية انتخابية مبكرة لإثارة انتباه الشباب، وصفت القرار بالإهانة لجميع النساء. والله قرار ما بي أي معنى. حكى بهذا القرار يتوقع أنه يكسب أصوات الشارع العراقي لأنه انتخابات جاية، بس هذه النائبة العبيدي اليوم هي خصت شريحة جدا مهمة اللي هي النساء واللي هي بحاجتها، باعتبار اليوم هي تمثلنا احنا كنساء، لكن ما مثلتنا بصورة صحيحة. والشارع العراقي للأسف يعني البعض من عنده تفاعل مع هذا القرار، والبعض يعني سخر من هذا الموضوع لأن الموضوع تافه. عدم وجود خطط بديلة لمعالجة حالات العنوسة التي تسجل أرقام مخيفة بأعداد الأرامل والمطلقات والعوانس يجعل المجتمع تحت تهديد هذه الظاهرة الخطيرة. غياب الخطط يعني استراتيجية لحلحلة هذا الموضوع ورفض هذا الموضوع بخطط ترقيعية لا تتناسب مع المستوى اليوم مطلوب. بالتالي يعني أنا أعتقد اليوم يجب أن يكون هناك موقف حازم وليس بتعدد الزوجات، وإنما وضع خطط استراتيجية بدعم بهذه الشريحة الفقيرة، بدعمها برواتب وما شابه ذلك. ما بين العزوف عن الزواج وارتفاع أعداد الأرامل والمطلقات، يترقب الشارع العراقي موقفا حكوميا منصفا للمرأة قد يغير واقعها من حال إلى حال. لوكالة وردنا الإخبارية، مخلد الفيصل، بغداد.